تقي شر من أحسنت إليه، من العيشة الكريمة للنوم في الشارع، من العيشة في بيت كبير للنوم في الشارع. الحاجة فايزة ابن أخوها باع شقتها ورماها في الشارع. الحاجة فايزة كانت عاملة توكيل لابن أخوها، توكيل عام عشان يقبض ليها المعاش. باع الشقة ب1,000,000 جنيه وباع عربتها وسحب من البنك مبلغ 70,000 جنيه. والحاجة فايزة بتقول ربيته وكبرته معايا وعلمته وجوزته، في الآخر عمل فيا كده. بجد حسبي الله ونعم الوكيل. ونفسها الحاجة زينب تعيش في دار رعاية، نفسها تعيش على الأقل حياة كريمة، تنام على سرير زي اللي كانت نايمة عليه أو أقل منه شوية. المهم ما تنامش في الشارع زي ما انتم شايفين كده. اللي يقدر يساعدها يتواصل. السلام عليكم.